السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ الفيديو اللي فات احنا خدنا هنحسب الاستيك ازاي، وهنحسب كمية القماش اللي يحتاج الكورنيش اللي محتاجها الاستيك نفسه ايه قد ايه. طيب، في بقى سؤال بيتسألني دايما، بس قبل ما اكمل حطوا لايك، بيرجع لك اجر كبير جدا لان انتي بتشاركي ان الفيديو ده ناس كتير بتشوفه وناس كتير بتفتح لنفسها باب رزق. يا ريت نحط لايك نحط تعليق لان الفيديوهات مش بتنتشر الا باللايكات والتعليقات. حطوا بقى اللايك. يلا بصوا بقى، احنا في ناس عايزه تحط قواعد لكميه القماش. بصوا، انا ما اقدرش احط لكم قاعده ثابته لكميه القماش اللي احنا ناخدها. ليه بقى؟ اقول لكم انا ليه. ان اولا الركنه فيها ركنه، فيها كنبه، فيها كنبه بايد، كنبه من غير ايد، فيها زاويه، فيها زاويه بعمود، فيها زاويه عاديه، فيها زاويه فيها شغل، فيها زاويه مثلثه، فيها زاويه بسيطه، فيها زاويه متعقده وعقدتوني معاها. تمام. فيها في انتريه، في صالون، في انتريه اسيوطي، في انتريه 4 كراسي، في انتريه اللي هو ايه. طب حطي فرنج قد ايه؟ طب ما انا عامله لكم فيديوهات للستاندر، الانتريهات الستاندر اللي ينفع يبقى فيها ثوابت. هتاخدي قد ايه؟ اتفرجوا على الفيديو. مش ضروري لا خلصينا قولي لنا هتاخدي قد ايه. ما ماشي، ما انا هخلصك واقول لك الانتريه الستاندر ياخد مثلا كميه قماش كذا. طيب انت عرفتي كميه القماش دي بتتقص ازاي؟ تمام. ما يمكن انت ايديكي فرطه شويه وبيحصل كتير، يعني ما شاء الله عليك، وفي ناس بتحسب الحسبه ولما بتيجي تشتغل بتلاقي نفسها لا في حاجة غلط. لا 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 لا، انا عملت حاجة غلط. ايوه فعلا، ان القص والشغل في القص ده حسب ايديكي. في ايد كريمة بتقص قص كويس، في ايد معلش في الكلام ايد بخيلة شوية، بتبقى جامدة شوية في المقاسات، ما بتبقى ضيقة، مش فاهمين؟ مش لا المقاسات دي مش مقاسات اللي انا عايزاها، دي مقاسات صغيرة. وفي ايد ما بتعرفش تقدر القص اللي قدامها، فالدنيا بتتلخبط معاها. تمام. فما نحطش اسلم تسليم هي قالت لي هاخد 15 يبقى انا هاخد 15. الانتريه ياخد 15 متر من غير كورنيش. ما انتي شاطره وحلوه ممكن تعملي اقل من 15. فاهمين؟ انا بديكوا الرينج العالي اعلى حاجه. طيب الزبونه زودت مثلا شلت، بتعلي كميه القماش. طيب انا رغيت كتير فاجيلكم في المهم. بص، بتتحسب ازاي؟ او الناس اللي عايزه يعني تحسبها ازاي؟ اضربها في 2 ولا اضربها في 3؟ ما ماشي، ما انت ممكن تضربيها في 2 وتطلع مظبوطة، ممكن تضربيها في 3 وبرضه تطلع مظبوطة. فاللي هو لا، انا مش هقولك تضربيها في 2 ولا 3، انا هقولك تعملي ايه، تاخدي مقاسك ازاي. نزل لكم فيديو المقاسات ازاي ترفعوا المقاسات. اهم حاجة عندنا طول الكنبة. طيب طول الكنبة عندي كام؟ 2 متر. طيب انا هاخدها في طول القماش. في ناس تقولك انا هاخد عرض القماش في ال2 متر عشان اوفر. لا مش هتوفري، ال2 متر مش هتنفع عرض القماش نهائي. طب ما القماش بيمط 2 متر، لا مش هيظبط. في ناس تقول لي لا ده ظبطت معايا. لا حبيبة قلبي مش هتظبط. لازم تحطي خراطيم تثبيت ده اولا. مش هيبقى مظبوط مجرد ما حد يقعد على الانتريه كل حاجة تطلع من مكانها. فلازم نظبط شغلنا. طيب لو 1.5 متر ينفع اعملها عرض القماش؟ ينفع تعمليها عرض القماش. طيب واخد بقى الدوران من طول القماش. ماشي حبيبة قلبي، خدي الدوران من طول القماش، بس احسبيها مع نفسك كده. لو انا خدت طول القماش اللي هو 1.5 متر، تمام، وخدت ده خدته في العرض، خلاص انا كده تمام. الدوران عندنا بيبقى 3 متر. محدش يقول لي 2 متر معرفش وكام. لا بتبقى 3 متر بالاستك بكله بالشيلة كلها. 3 متر. طيب هتاخدي من طول القماش 3 متر وهيظبط معاكي.
وهتاخدي معاه الايادي. وفرتي حاجه؟ لا ما وفرتيش. لا وحاجه كمان، ما ظبطتيش الرسمه. لا اصل اليومين دول ما فيش الرسومات، مش يعني عادي ما فيهاش عدله وقلب. لا بيبقى فيها عدله وقلب، خلي بالكم بيبقى المنظر لا في حاجه غلط، مش مظبوط. طيب احنا لو خدناها في طول القماش، هناخده من طول القماش متر ونص، وهناخده كمان من طول القماش متر ونص. ايه ده؟ طب ما احنا كده خدنا 3 متر، انتي بتشتغلينا؟ لا يا حبيبة قلبي مش بشتغلك. احنا لو خدنا من طول القماش متر ونص، وخدنا كمان متر ونص، المتر ونص التانية بنقسمها 2، وتوفرت معاكي ايد من الايادي. وبتزودي بس يا دوبك الايد، ممكن تزودي متر واحد فقط، او تزودي 80 سنتي فقط، او اقل او اكتر، أو حتى لو ليها ايد مش هتزودي خلاص، مش هتاخدي لها حاجه تاني، هي 3 متر. فاهمين؟ ملهاش ايادي، خلاص هي 3 متر وزاد معاكي. فاهمين الفكره ازاي؟ اعمل بعرض القماش ولا بطول القماش؟ لا هنعمل باللي يوفر لنا. تمام. انتي برضو قعدتي تلفي وتدوري وما قلتلناش نحسبها ازاي. هقول لكم يعني بقى، هفهمكم حاجه مهمه. كل حاجه وليها مستقله بذاتها. انا لو عندي متر ونص، قلنا ممكن ناخدها 3 متر لو هي من غير ايادي، ممكن نزود خدها 4 متر لو هي بايد، او ممكن ناخدها 4 متر وربع، قصدي 3 متر وربع لو هي بايد واحده. ممكن ناخدها 4 متر أربعة متر لو هو باتنين ايد. انتوا اخدتوا بالكم انا عملت ايه؟ هي كنبة واحدة متر ونص، وكل مرة كمية القماش بتختلف. هقولها تاني، انا عندي كنبة طولها متر ونص، تمام؟ لو هي من غير ايادي هاخدها 3 متر، تمام؟ طب لو بايد واحدة هاخدها 3 متر وربع. طب لو باتنين ايد هاخدها 4 متر. اخدتوا بالكم؟ كل مرة المقاس بيختلف. فعشان كده لما حد بيجي يقول لي احسب كمية القماش ازاي، هقول لها لازما شكل الحاجة شكلها ايه، ماشي؟ فيها ايد ما فيهاش ايد، في هكذا. طيب بالنسبة للانتريهات، نفس النظام. الانتريهات طبعا بتبقى على طول ليها 2 ايد، فهنحسب طول الكنبة ماشي مرتين. اهو جبت لكم حاجة نضرب فيها بقى. نحسب طول الكنبة مرتين ماشي، ونزود عليها الايادي، بس كده خلاص. هنشتغل على كل الكنب كده، تمام؟ عايزه تاخدي طول الكنبه من الشلته، تمام. عايزه تاخديها من الظهر، تمام. قيسي الاتنين وشوفي اكتر، يعني ايه يعني ايه اكبر واحده فيهم، تمام؟ نيجي بقى للكراسي. انا دايما باخد كرسيين مع بعض، ما اخدش واحد بس. ليه باخد كده؟ لان لما باخد الاتنين مع بعض بيوفر كتير. يعني مثلا انا ممكن انا باخد الاتنين 5 متر. طيب لو عندي ال ال الكرسي باجير باخدها 6 متر، استحالة ال5 متر ما تجيش ابدا. طب ال5 متر دي لايه؟ للكراسي العادية الكله، للعادية اللي حتى لو صالون مش باجير، مش حاجة كبيرة. لا خدي ال5 متر. طيب امتى ناخد ال6 متر؟ لما يكون باجير والجناب وحاجة كبيرة ومقاساته كبيرة، تمام؟ كل الحاجات دي انا عامله لها فيديوهات ازاي تاخدي مقاساتها. يا رب الفيديو ده كمان يفيدكم، ومحدش يسألني تاني نفس الأسئلة، نفس السؤال، انا احسب كمية القماش ازاي. يا رب الفيديو ده هتستفادوا منه. حطوا لايك، حطوا تعليق، خلي الفيديوهات توصل وتنتشر، وان شاء الله اكون افدتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.